كانوا بيسحبوا مخك من أنفك وانت لسه بتتحرك. الفراعنة كانوا مؤمنين إن الروح هترجع للجسم تاني، فلو الجسم اتعفن الروح هتضيع للأبد. فابتكروا أغرب عملية في التاريخ. الخطوة الأولى، بيحطوا خطاف معدني رفيع في الأنف وبيسحبوا المخ كورة كورة من الجمجمة. بعدين بيشقوا البطن وبيطلعوا كل الأحشاء إلا حاجة واحدة بس. اشترك في القناة عشان باقي الأسرار دي هتصدم لك عقلك. الأحشاء اللي بيطلعوها بيحطوها في 4 جرار مقدسة، بس القلب بيفضل في مكانه، لأن القلب هو مبعث الروح عندهم. بينقعوا الجسم في ملح النطرون 40 يوم، وبعدين بيحشوه بزيت الأرز والعرعر والعسل مجايبينهم من دول تانية، وبيلفوه بأمتار من الكتان ورقة ورقة، والنتيجة جسم محفوظ 3000 سنة. والمضحك إن العلماء اكتشفوا إن الفراعنة كانوا عارفين الكيمياء الحيوية قبل العلماء الغرب ب2000 سنة. اكتب عين حورس في الكومنتس وهجيب أسرار المومياوات الكاملة.